السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم؟ إن شاء الله زينين. ما اشتقت ودي وياكم عبد الله. اليوم قصتنا الجزء الثاني من كيان وبيلا، اللي هي حاكي هاي القصة اللي هي بيلا يصير ابن عمتي. خلينا نشوف القصة ونكمل الجزء الثاني اللي هو يقول يلا ما شاء الله تحطوا لايك، حطوا اشتراك، حطوا تعليق، خلوا مثل وجهاتكم. لازم تتابعونا على تيك توك، على انستغرام، على سناب شات والفيسبوك، رابط كلهم بالوصف. ويلا نبدا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. يقول شو يقول؟ يقول اجا كيان وشاندي، يعني هي ما يعرف يعني الحلقه اللي نشرتها. خلي يروح يشوفوا انه بيجي يتابع الجزء الثاني، راح احط لكم رابط بالوصف او تقدرون تفوتون على القناه وشوفوها. يقول اجا كيان وشاني بعد هي ما وقعت اغمى عليها. اجا كيان وشاني وداني للمستشفى وامه قامت تمشي حلو وخايفين كلهم. في ورا ربع ساعه قمت والدكتوره قالت لهم صارت عندها هبوط، يعني من ورا الشغل تعزيه مال البيت صار عليها هبوط ولازم تقولوا لها زين، تقولوها زين ولا تخلوها تطلع بالشمس، يعني لا تخلوها تطلع بالشمس لفترة. فانطاني علاج ورجعنا للبيت. فكيان جاب اكل من المطعم وقال هذا خاص البيلا، فضحكوا كلهم حلو. وقلت شبعت، باوعت على الموبايل شوية ضجت وقمت اريد اساعد ابويا وامي وعمتي قالوا لي لا رجعي للبيت احنا نكمل الشغل. فقلت بيلا واجه اريد واحد يقعد وياي يسولف وياي. عمتي ماريا روحي قعدي ويا بنت خالش، روحي قعدي بنت خالش. ماريا حاضر مام. رجعنا اني وماريا للبيت فقعدنا نحكي حلو. ماريا هم زين جيتي اخذيني تعبت. بالله سودة علي تعبت اختي. مارة يا روحي في يعني سؤال بنات السؤال. فكملوا التنظيف. فامي قالت اليوم راح نظل يم عمتي شو باكر نروح لبيتنا، بس بقت السبالة يعني مكيفات يحطنهن ابوش قلت لها تمام ماما. فانا رحت السبح يعني سبحت ولبست الملابس كلش حلوه. جيت قعدت ويا ماريا اسولف ونضحك وناكل حبشكلات، يعني سوالف عمال بلت مجتمع ويشتغل. فاجا كيان عادي اقعد ويانا عادي اقعد وياكم. كيان جاهم قال عادي اقعد وياكم. قلنا له تمام اقعد واندمجنا نضحك. فماريا قالت قالت بيلا تعالي. بيلا اجيت قالت لها بيلا اجيت. ماريا بيلا احس اخويا كيان يحبك، لان لاحظت صافين عليش ويضحك. اول مرة نشوف كيان يضحك وهي شي فرحان لان طول عمره عصبي وما يقعد ويا البنات، بس استغربت قعد وياك ويضحك. انت تفهمون يعني ان سوالف الاخ والاخت، مثلا اذا الاخت عندها صديقه او عندها يعني بنت عمها، شلون مثلا ان الاخ يروح يحاشي اخته يتواصل وياها يضغط عليه من عندها، بانه يعني شلون مثلا ان ينقل سوالف اخته يعني عود روح حاشيه يشعر هذا حلو هذا جميل هذا هيش، فيعني انه يضل يعني وياها. فهمتوني؟ فالاخت هاي اخت الاخو يعني واقع في حب يعني صديقتها او بنت خالتها، تروح تحاكي لك كلمتين بس تشوفي مثلا شوفي هذا اخوي شوفي ايش يعني تعطيها اوصاف حلوه تعبر عنها اكيد تعرفوها يعني مو غريبه علينا. بيلا ستي شنو هالخرافات، يعني بيلا قال لها ستي شنو هالخرافات، مستحيل يحبني، ترى انا بعدنا صغيره مو مال حب وهو كبير يقدر يحب وحده من جامعه وكيان مثل اخويا. حلو هاي حكي بيلا. ماريا تمام بس والله هسه يحبش. حلو رجعنا قعدنا نحكي ونتونس. بعدين صار ليل طلعت اني للحديقه شويه، صار الليل طلعت الحديقه شويه اشتم هوا لان كنت مختنقه. فجاه لمحت خيال واحد، يعني لمحت خيال واحد ان واحد براها
ضخم، خفت انجمدت بمكاني، فطلع كيان استغرب قال جاء كيان قال ايش عندش هنا الساعة 11 بالليل؟ بالله مختنقة، فطلعت اشتم هوا كيان تمام قال بالله قعد بصفي وقعد يسألني كيان قد عمرش؟ بالله قالت 16 وانت؟ كيان العمر كله انا 21. بالله العمر كله كيان سؤال، بالله جواب كيان قال كيان انت ليش مو متحجبة ولبسك قصير؟ يعني ليش متحجبة ولبسك قصير؟ بالله عادي انا ما احب البس حجاب ومتعودة هيش البس. كيان ما يصير تطلعين بلبس قصير. بالله شعلك انت؟ شعلك بيه؟ باوع علي بعصبية وصوت خشن، انا ما حد يقدر يقول لي شعليك. خفت منه ورقصت، لأنها كانت برقصت بس، وركضت للبيت ودخلت لغرفة ماريا ونمت. ثاني يوم طلعت برا حتى أشوف البيت، ما كنت أعرف إنه الزلم، ما كنت إن أعرف إنه الزلم موجودين برا. كان شعري مفتوح ولبسه تراك سوت، فكان كيان وياهم. فمن التفتت شافني اجى بكل عصبية وعيونه صارت أحمر ويصيح كيان ايش عندش طالعة؟ طالعة وانت لبس هيش ولبس هيش وشعرش طالع، الولد موجودين برا، اكو ولد زاحفين يباوعون عليش، طبي جوه لا اجي اكسر راسك. يعني مو عصبية انه انت مثلا انه تعترف الدنيا انه انا احبك، يعني انه انت يعني بعدك ما قال يهويش، يعني ايش يعني بعصبية تصرف وياها؟ لا تشرد البنية. يعني خذ نصيحة مني، يعني ساي يعني ودعبك قرايبه، بس اذا بنية صدق تشردها. زين، انا قبل دخلت البيت وانا خايفة من صوت الخشم. قبل طلعت قدامي ماريا سألتني ايش بيش حبيبتي، وانا قمت امشي ما رايحة حضنتني وهدأت بيا. قالت ايش بيش؟ قلت اخوش كيان خوفني من شافني طلعت برا بدون حجاب. قالت والله يغار عليش، هلا بمرت اخويا. كانت تضحك. انا قلت لها نشبي. فراحوا الزلم. بعدين احنا رحنا للبيت، مرت شهرين واحنا متونسين، فمرت عمتي عزمتنا، فرحنا وانا لبست فستان ازرق كلش حلو وفتحت شعري، ورحنا لبيت عمتي. فشافني كيان ظل صافن علي، واجتي ماريا واخذتني قبل دخلتني الغرفة. حلو، خلينا نشوف السوالف وياها. ماريا ايش بيش تسحبيني؟ ماريا عندي موضوع وياش. بالله قولي شكو صاير شي خوفتيني. ماريا اخوي كيان كلش عطى قلب وردي. بالله ايش بيش؟ شنو قال لك كيان؟ ماريا قل لي انا حبيت بالله من اول يوم راح اتزوجها من تصير عمرها 18، هي قد عمرها 17. هلا راح تصيرين مرت اخويا فديتش. ظلت مصدومة قلت متأكدة هيش قال؟ واني من قلبي فرحانة. يعني متأكدة ايش قال وهي فرحت. يعني انت البنات من واحد يعصب ويغار تقولين ها والله مريض، شو هذا يعني؟ شو قمر يعني قمتي يعني عبن عصب وهيش يعني غار عليش؟ شو حبيتيه؟ المهم لين صراحة حبيته كلش، تعلقت بيه. يعني اذا واحد غار خوش انه بنقوم نغار. شو اول بداية؟ لا ما حد يغار. طبعا احنا نغار طبعا. شلون نغار؟ ماريا اي والله قال هيش تمام الله كريم بعدنا 16. والله حتلها عودة تذبيح تصل اخوها. وبعدين يومين ادخل 17. شوف ماريا كل عام وانت بخير حياتي مرت اخوي بالله يا عمري. فطلعت استغربت، كان اكو ولدين قاعدين باستقبال، فكان اكو واحد من شافني ابتسم لي، اكو 2 ولد قاعدين باستقبال.
اكو واحد من شان يعني واحد من المشان قاعد بالاستقبال شافه وابتسم لها. تعرفون يعني هاي حركات الشباب. وصفن علي واجا كيان والتفت وشافني طالعه قال لي بيلا طبي للغرفه بعصبيه. فطبيت في طبيت بعصبيه في طبيت. ورا ربع ساعة اجا كيان قال لماريا طلعي اريد اسوي ويا بيلا. فطلعت وظلينا اثنين بالغرفة. هاي حركات ما تظلون اثنينكم بالغرفة حركات شوية يعني غير اخلاقية. رجاء يعني اي واحد يعني تعترف اثنين يسوي هاي الحركة ممكن تهاني بشي غلط. لازم البنية حلوة صح، بعد صغيرة صح، تلبس قصير صح، مطلع شعرها صح، بس انما تفوت يعني وياها هيك وهاي شو سوالف لا خطأ. كيان ليش تطلعين من غرفة وتخلين كل هالجمال يشوفونه؟ شوف يعني شلون يعني اعطاها سؤال او اعطاها يعني سؤال وجواب يعني غزل وهاي. هسه يعني انا ولد يعني شو يصير يعني شوية فجأة. المهم يلا بالله بالتوتر قلت ما كنت اعرف اكو ولد برا. كيان ترى ما اخوفش مني او اكرهش بس اني سكت. بالله شنو بس اني كمل. كيان اني فراغ انتهى. الجزء الثاني شو رايكم بالقصة؟ كتبوا لي اذا حبيتوها. راح انتظركم بالفيديو الثالث الجزء الثالث. حطوا لايك، حطوا اشتراك، حطوا دعم، خلوا مثل وجهاتكم وتابعوا القناة ما حتى يوصلكم الفيديو الثالث الجزء الثالث من قصة ويا ابن عمتي. قصة حلوة لا تفوتوها، وعندنا قصص حلوة كلش. هيا يا وطن شنو. المهم حسابات بالوصف التيك توك انستغرام السناب شات والفيسبوك كلها بالوصف تلقوها. باي. قبل تشوفون هاي الحلقة روحوا شوفوا الجزء الاول، تعالوا شوفوا هاي الحلقة بعدين شوفوا الجزء الثالث. مو تنسون حطوا لايك.